يا صباح الخير، ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني يا حبايب قلبي. نهاركم فول، نهاركم ورد، نهاركم كل حاجة حلوة في الدنيا. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني يا حبايب قلبي. والله احب اشكر كل واحدة بتعمل لي تعليق ومعرفش، والله العظيم كده يا حبايب قلبي، من حب ربه حب في خلقه. وشكرا على تعليقاتكم الجميلة اللي بتشجعني اعمل فيديوهات كتير. كلامكم يا حبايب قلبي دوت، والله العظيم بهين عليا اسجل كل يوم فيديو، وهين عليا اعمل كل يوم فيديو بسبب كلامكم الجميل ده. معرفش ان انتوا هتحبوني كده. من حب ربه حب في خلقه. ربنا يكرمكم يا رب ويستركم ويخليكم يا رب ليا، ويكبر بخاطركم بحق الايام المفترجه. النهارده حبايب قلبي فيديو جديد ويوم جديد، يجعل ايامكم كلها هنا وسعاده يا رب. يلا تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناه ام سام. حبايبه قلبي اللي لسه بتشوفوني جديد، نورتوني يا حبايبي. معاكم مسامة من ارياف المنصوره، من مصر يا حبايبي. يوم بقى ايه؟ يلا حبايب قلبي بقى كده نبتدي ايه يومنا النهارده. نهاركم فل ونهاركم عسل ونهاركم رضا من الرحمن. النهارده يا حبايب قلبي بيوم بادئ من الساعة 6 الصبح. قمت كده ايه قبل الشمس ما تطلع. الأيام ديت جو حر نار، أيام ما يعلم بالله ربنا. مش عارفة في ايه، أنا ما شفتش الحر دي يا حبايب قلبي. اللهم صل على النبي، في شهر 7. والله ما شفت الحر ده في شهر 7. طول ما أنا واقفة في المطبخ تلاقيني ايه بصب عرق كده، بصب عرق ومخنوقة من الحر. المهم يا حبايب قلبي نكمل الفيديو بتاعنا. قمت بقى الساعة 6 الصبح قبل الشمس ما تحمي على راسي. قمت كنست السطح علشان خاطر هعمل واجهة البيت. هصرمك واجهة البيت علشان خاطر التصالح. طالبين مني الحكومة، يعني طالبين مني اللي انا اعمل ايه الواجهة وكده. اهم حاجة كنست السطح عشان الرمل والاسمنت والحاجات هتطلع ايه على السطح. ماشي يا حبايب قلبي. ونضفه كمان انا ايه بكنسه على طول، يعني مش عشان يعني اللي هيطلع على اسمنت والكلام ده مش هكنسه، لا يا حبايب قلبي، ايه بكنسه. والنجار جه عمل السقالة، والله ما صلى على النبي. والراجل اللي جه بعد الفجرية طرطش الوجه كده باسمنت دهول المدخل. وقال لما صلى على النبي. قلت ايه يا بنت بقى، ايه كنس السطح وايه وانزلي ايه ايه مسح بالمدخل كده ايه وانت نازله ايه معاكي بالمره كده. ما انا بحب ارتب نفسي عشان ما ادوخش نفسي على الفاضي. يعني انا طلعت كان حطيت اكل للطيور وكنست السطح ويا مؤاخذه ولميت الزباله وحطيتها في الشكاره. جوزي بقى مش هقدر اشيل الشكاره، يجي الله يبارك له هو يزقلها من على السور واشيلها ارميها. وجبت ايه اللهم صل على النبي المدخل بتاعي مسيح وانا نازله من عند حنفيه على السطح اللي بحط منها للفراخ وفيها خرطوم. بنزل الخرطوم من على السلم وايه واجيبه ايه ونبقى بالمره وانا نازله ايه امسحه. ماشي يا حبايب قلبي. ما انا مش هنزل تحت. انا عندي حنفيه تحت السلم كمان اللي تحت دي. تحت ديت من ورا في حنفيه. لا انا لسه هنزل من فوق من التالت عشان اشغل الحنفيه. لا شغلت اللي فوق ونزلت لي على ايه على اللي تحت وخدتها معايا بالمره وانا نازله عشان ما اطلعش وانزل. ماشي يا حبايب قلبي. وزي ما قلت لكم الراجل جه طرطش الواجهه كده قبل ما يبلط. غرق الدنيا اسمنت. عشان كده يا حبايب قلبي انا مسحت السلم عشان ايه الاسمنت اللي واقع دوت ما يمسكش في الارضيه ويبوظ الدنيا. مش عشان اعمل حاجه ابوظ ايه الحاجه التانية. لا يا حبايب قلبي، اول باول كده بمسح ايه الاسمنت زي ما انتوا شايفين. يلا يا حبايب قلبي بقى، دول كنت انا عاملاها هنخزن الباميه وهنطبخ الباميه. نهارنا باميه بامر الله. هنعمل باميه، هنخزن وهناكل باميه بامر الله النهارده. دي الباميه يا حبايب قلبي اللي كنت جايباها معاكم. مش عارفه مين بيخبط، ناس شغاله ورايا وبيخبطوا الفيديو هيبقى كله رزع. معلش يا حبايب قلبي اعذروني بقى معلش. دي يا حبايب قلبي الباميه اللي كنت جايباها معاكم وكنت عامله مقلماها معاكم في الباس. الباميه دي يا حبايب قلبي يعتبر بألف هنا ما شاء الله اللهم بارك. 6 كيلو ما شاء الله. كانوا اخر حاجه مع الوليه قمت جايباهم. يعني ايه في بعضهم كده كبيره في صغيره كده يعني ايه عشان خاطر انا ما بخزنش الحاجه إلا لما تكون رخيصه. غاليه ما بخزناش. يعني انا بقول لواحده صاحبتي انت ما خزنتيش باميه السنه دي؟ قالت لي لا والله يا ام سما ده غاليه. قلت لها لا يعني بكام يعني؟ قالت لي الكيلو ب50 جنيه. قلت لها لا يا خايبه تخزنيها ب50 يعني. اللهم صل على النبي. تجيبها ب50 جنيه ليه؟ ده انا جايباها الاتنين ب50 جنيه. روح قبل السوق ما يخلص بحاجة بسيطة، يعني آخر النهار ما تروحيش الصبح وانت تشوفي ايه واحدة معاها 5 كيلو 6 كيلو. لو معاها 10 كيلو غديهم هيبقوا رخاص. انا لو الولا كان معايا يجي 10 كيلو والله لو كنت واخداهم. هما دول اللي كانوا معايا ال6 كيلو اللي انا جايباهم دولت ب150 جنيه. وكده دول بقى مش هجيب بامية تاني كده بقى ايه. كده قضيت بقى عسل اوي 6 كيلو دولت عسل. والله ظهر لي شوية تانيين
ماشي، ما ظهرليش خلاص. لو انا جال حبة صدفة كده على 20 جنيه ولا حاجة هجيب، ما جاش خلاص كده عسل قوي. ماشي يا حبايب قلبي. كده يا حبايب قلبي بقى تعالوا اوريكم طريقتي بقى في تخزين البامية ديت. اقسم بالله بتبقى معايا لاخر السنة. انا كان لسه عندي كيسين كمان من بتوع السنه اللي فاتت. واللهم صل على النبي، واللي كنت بعملها معاكم في الفيديوهات اللي فاتت كنت انا مخزناهم في الفريزر، ما كانش صابحه. حاجه كده تقعد معاكي لاخر السنه عسل كده وطريه كده مش ناشفه ومجلده معاكي. لا اعملي طريقتي ديت وهتقعد معاكي لاخر السنه ومش هتجلد معاكي عمرها. ماشي يا حبايب قلبي. اول حاجه قلمت الباميه وجبتها غسلتها. يا الباميه بتتغسل يا ام اسامه؟ في ناس ما بتغسلش الباميه. لا يا حبيبه قلبي، قبل ما تسقطيها في الميه تقوم غسلاها. قبل يعني ما تركنهاش بميتها عشان ما تمزلقش معاكي. انت يا حبيب قلبي تغسليها وتصفيها في ساعتها وتقوم حطها في الميه. عملت ميه، غليت ميه وحطيت فيها بكربونات. سويتها 3/4 سوا في قلب الميه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. والكربونات بيحفظ اللون بتاعها، بيخليها خضرة معاك على طول يا حبايب قلبي. اللي هي مسمى بقى بالسواق، انا بحب اسوي الباميه علشان خاطر ما تجلدش معايا في الصلصه وتاخد اللهم صل على النبي، تاخد سوا كتير وتبيض لك لون الصلصه. البامية ما بتقعد كتير في الصلصة وبتغلي كتير تلاقي الطماطم ابيضت معاك. لا يا حبيب قلبي، سواها زي ما انتوا 3/4 سوا كده، يا دوبك تحط في الصلصة غلوتين 3 خلاص اطفى عليه. يلا يا حبايب قلبي بقى تعالوا اوريكم انا بطبخها ازاي. طريقة الست بقى الله يرحمها كانت بتعمل ايه بقى يا ست؟ ما انت تجيب راس التوم وتخليها سفيرة في المادة الدهنية بتاعتك. لو عندك حتة دهن ضاني يبقى عسل قوي. حط حتة الدهن الضاني على معلقة السمنة وسيح حتة الدهن الضاني. تحط التوم، قطعي التوم وحطيه لحد ما يبقى سفير وتقوم حاطه الصلصة. ولو عندك بقى بصل زغاليل كده، احنا بنسميه زغاليل، بصل زغاليل صغير كده، تقومي ماسكاه مقشراه وشطفاه وبحاله وتقومي سقطاه في قلب الشرب، شوربة اي مسمى، في قلب في قلب الصلصة يا حبايب قلبي. ماشي يا غاليين. تمام لحد كده يا حبايبي. مع اللي وصلت هنا بقى معايا في الفيديو، ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد مني يا حبايب قلبي. ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب ويكبر بخاطركم زي انتم ما بتكبروا بخاطر. ماشي يا حبايب قلبي. وسبت بقى الصلصة يا حبايب قلبي تفك كده وتتسبك والبصلة تستوي. ماشي يا حبايبي. وعملت بقى شويه رز بشعريه زي ما انتم شايفين، حاجه كده عسل، حاجه مفلفله كده. اعملي طريقتي كده في الرز كده يا حبايب قلبي، ربنا يكرمك بامر الله. ربنا يحسن ما بين ايديك وبين ايديا يا رب. اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله. والله العظيم انا لو اعمل 10 كيلو رز ما شاء الله يطلعوا معايا فلفلين كده. في الافراح بيحبوا يقعدوني والله العظيم يا ولاد اطبخ علشان اظبط لهم الاكل. اللي بصوا، الواحده الشاطره بتسد في اي حاجه يا حبايب قلبي. في عزومة بقى، في اللهم صل على النبي، في فرح، فاهمني؟ تسد في اي حاجة. وانا الحمد لله رب، الحمد لله والله ما شكرانه في نفسي، الحمد لله. ماشي. اهم حاجة يا حباب قلبي ربنا بيديني الصحة، ما بكون بعمل حاجة لحد ربنا بيديني الصحة قوي يا ولاد. يعني انا ممكن في بيتي اكسل اقعد الكلام ده، لا بكون في فرح ولا حاجة تلاقيني زي الاوتوماتيك. ماشي يا حباب قلبي. طب هنعمل شوية كباب حلة انا عاملاها معاكم قبل كده. اللي كباب الحلة حطيت اللحمة، اللهم صل على شلت الرم من عليها، حطيت بصل وتوم، فصين توم وفلفل اسمر، واسيبهم يستووا مع بعض كده لحد ما تنشف خالص اللحمه دي يا حبايب قلبي كبيره. عشان كده كنت مكتره لها الميه. لو اللحمه صغيره ما كترهاش الميه كده لحد ما الميه تنشف خالص واللحمه تستوي. حط حبه الملح بتوعك يا حبايبي وهتاكل احلى كباب حل. ماشي يا غاليين. كده بقى يا حبايب قلبي انا حطيت الباميه بعد ما بردت. حطيتها في الكيس وهحطها في الفريزر. وشلت شويه علشان خاطر هسويهم النهارده معاكم كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. الباميه ما خدتش غلوتين 3 وكانت كانت حاجه عسل كده. كده بقى يا حبايب قلبي الباميه كده تكون الحمار الطماطم تلاقي زاهي كده في عينك. لكن هتاخد دنتها تغلي كتير هتبيض معاك. وكمان الشوربة يا حباب قلبي تتحط برضو يعني اي صلصة، اي صلصة تحط لها شوربة. قبل ما هتدفع الشوربة بتاع غلوتين تحط الشوربة. ما تحطوش الشوربه برضك الشوربه من اولها علشان خاطر الشوربه بتبيض الصلصه في اي صلصه عموما. يعني احنا بنحب الطبيخ لو عندنا شويه شوربه بنحطهم صح. لا انت ما تحطهمش في اول الطبيخ، قبل ما تطفي على الصلصه بتاع غلوتين 3 كده تحطوا الشوربه تلاقي لون الطماطم معاكي حمرا قاتحه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. ماشي يا غاليين. يا رب تستفادوا اي حاجه من الفيديو يا رب. يا رب يا حبايب قلبي ويخليكوا لي. دي يا حبايب قلبي بقى كان غدانا. اللهم صل على النبي. الكباب الحله والباميه. وشوفوا يا حبايب قلبي اللحمه دايبه دوب
ولا البصلة بتاعت اللي ستي كانت بتحطها ديت بتاكليها أطعم من البامية كمان، حاجة سكر.